هل الانطوائية دي يعني مرض ولا ايه بالظبط؟ الانطوائية ببساطة هي واحدة من سمات الشخصية، زيها زي انك تكون منظم او عصبي او طيب او بتحب التجديد، ومعناها ببساطة ان الشخص بطاريته النفسية بتفضى بالتعامل مع الناس وبتشحن لما يقعد لوحده، والشخص الانبساطي او الاجتماعي بالعكس بطاريته بتشحن مع الناس وبتفضى لو قعد لوحده. رغم ان الانطوائية دي مجرد صفة شخصية، الا ان المشكلة الكبيرة اللي محدش بيتكلم عنها هي ان ليها علاقة بالاكتئاب. الانطوائي المود بتاعه العادي مش فريحي زي الشخص الاجتماعي، وده اللي بيخلي الاجتماعيين عندهم مناعة اكبر ضد الاكتئاب. لو خدت الانطوائية وزودت عليها صفة العصبية اللي هي انك تبقى عصبي ومتوتر وحساس بزيادة، فهي دي الوصفة السحرية للاكتئاب. وفي دراسة ضخمة شملت اكتر من 117 ألف مشارك، لقت ان الانطوائية مع العصبية بتزود فرص الإصابة بالاكتئاب في المستقبل. يعني حتى لو ما عندكش ممكن يجيلك لو ما خدتش بالك، على عكس الشخصية الاجتماعية اللي عندها مناعة أكبر ضد الاكتئاب حسب الدراسة دي. يعني صحيح الانطوائية مش مرض نفسي، لكنها ممكن تأثر على صحتك النفسية.